الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا حديث قصير اللفظ ولكنه عميق المعنى. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يمتاز بجوامع الكلم، وكلامه صلى الله عليه وسلم كما قال الجاحظ هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، ونزه عن الصنعة ورغب عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا بميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق. هذا هو كلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو أوج البلاغة، والذي يريد البلاغة لا يجد البلاغة إلا